أي مهارة نفسية أو عقلية عند أي إنسان ليها معيارين، معيار المستوى ومعيار الاتجاه. تعالى لما أشرحهم لك بشكل مبسط أوي. أول معيار المستوى، وده بنقيس بيه مستوى الكفاءة، يعني الشخص ده ذكي فهنا بنقيس مستوى عقله. اللاعب اللي قدامك ده حريف جدا فهنا بنقيس مستوى مهاراته. العالم اللي قدامك ده حصل على دكتوراه يبقى احنا هنا بنقيس ايه؟ مستوى العلم. يبقى المعيار ده بنقيس بيه مدى شطارتك في مهنة معينة. بس ده مش معناه انك صح. يمكن يكون في حد معاه دكتوراه بس هو بيستغل شغله غلط. عشان كده قلتلك اللي هو لازما يكون في معيار تاني اهم بكتير من المعيار اللي انا قلتهولك، معيار الاتجاه. وده المقصود بيه قراراتك الداخلية، النبع من اعماقك عشان تستغل المهارة اللي عندك. يعني ايه؟ يعني زي ما انا قلتلك في واحد معاه دكتوراه وبياخد قرار اللي هو يستخدم الدكتوراه ديت في ايه؟ ايوان، في خدمة البشرية. يبقى هنا المستوى العلمي بتاعه عالي والاتجاه العلمي كمان ايجابي. ممكن يكون معاه نفس الدكتوراه بس بيستخدمها في الشر، يبقى هنا مستوى العلم بتاعه عالي والاتجاه العلمي سلبي. وده السر اللي احنا ساعات بنلاقي ناس مستواها في مهارة معينة أقل مننا بس تلاقيه بيعمل إنجاز أكتر منك. الموضوع عامل زي لاعب الكورة اللي ما عندوش مهارة أو مهاراته على قده وبيلعب السهل الممتنع قصاد لعيب تاني مهاراته ايه ما اقولكش، مارادونا التاني عمال بيروح ويجي بس ما بيفيدش الفريق، بيهلك نفسه وبيهلك الفريق معاه. عشان كده قبل ما تفكر في تنمية أي مهارة عندك لازم تسأل نفسك الأسئلة اللي أنا هقولها لك ديت. هتعمل إيه بالمهارة ديت؟ وهتخسر المهارة ديت في خدمة مين؟ ولو اتعرضت لأي عداوة هتستغل المهارة اللي عندك ديت إزاي؟ وبعد كده بقى حلل إجاباتك كلها. لو لقيت إجاباتك إيجابية ترضي أخلاقك وقيمك يبقى ابدأ في تعلم المهارة ديت. ولو لقيت بقى العكس إن إجاباتك كلها فيها غدر للبشرية يبقى ابعد عن المهارة ديت خالص.